السلام عليكم الزينات، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم طليت عليكم فيديو جديد بوصفة جديدة، وصفة سهلة مهلة اقتصادية، ما تشدش الوقت وما تشدش اليد. وصفة صيفية بامتياز. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها، ونتمنى ثاني ان شاء الله انها تعجبكم، لانه فريمو البنات راهي سهلة مهلة. وصفة باذنجان. كما نعرفوا البنات الباذنجان تقريبا ماهوش محبوب الجماهير، تقريبا ما ياكلوهش كامل، سورتو دراري صغار. اليوم جبت لكم هذه الوصفة تاع باذنجان. شوفوا ماهوش مقلي البنات باش هكا ما يقهمش، وثاني مفرمج، يجي بزاف هايل البنات. طريقته سهله مهله. اللي عندها باذنجان وراهو شايط لها في الفريجيدار، نقول لك روحي تجبدي هذوك الحبيبات ورواحي نديروا هذه الوصفه. وقبل ما نبداو في الوصفه خياتي، نحب نرحب كامل العضوات تاعنا الجدد اللي التحقوا بينا في القناه، ونحب نقول للي راهم يتفرجوا الفيديوهات وما راهمش دايرين متابعه، نتمنى انكم تدخلوا ديروا متابعه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد من الفيديوهات اللي نحطهم. نبداو على بركة الله في الوصفة، وما تنساوش تحطوا الجام قبل ما تبداو تتفرجوا. هنا جبت بصلة كانت صغيرة، قطعتها هكا كاريات صغار، زدت معاها ربع سنات تاع الثوم، لانه باذنجان كيما نعرفوا يحب الثوم بزاف. دونك اللي ما تحبش الثوم يعني تنقص الثوم عادي. قطعتهم هكذا دي مورسو، يعني ما رحيتهمش. جبت المقله تاعي هنايا، درت فيها زوج مغارف تاع الزيت، كانوا سخنوا فوق النار، وحطيت البصله والثوم يتقلاو. من جهه واحده اخرى هنا جيت درت الفلفل الحلو مع الفلفل الحار مع 3 حبات طماطم يكونوا حمرين، نحيت لهم الزريعه وقطعتهم هكذا دي مورسو صغار. بعد ما تقلات لي هذيك البصله مع الثوم، زدت عليها الطماطيش والفلفل اللي كنت قطعتهم هكذا دي مورسو صغار. هنا تقدروا تستغناو على الفلفل الحلو البنات، تقدروا ديروا غير الفلفل الحار. ثاني الفلفل الحار البنات ولا باذنجان يحب بزاف الفلفل الحار. هنايا توابل واش درت لها، درت لها راس الحانوت، شويه تاع فلفل الكحل والملح، هذا ما كان. حطيتها فوق النار، زادت تتقلى مليح مليح. من بعد نجو نكملو الوصفه. هنا بعد ما غلات لي وتقلات لي مليح مليح، جبت مغرف كبيره تاع طماطيش مصبره، حطيتها ونزيد نقليها يعني مع الخضره هذيك، ونعاودو نجو نكملو الوصفه. بعد ما تقلات لي هذيك الطماطم ثاني كما راكم تشوفوا البنات، تقريبا راهي كما نقولوا ماهيش شايحه، يعني راهي شويه الماء يعني تاع الخضره هذاك. دونك هنا واش نديرو، نجيبو قيس فنجان تاع الماء فقط، نديروه يعني ما نكثروش الماء البنات بزاف، ونديروها فوق النار ونخلو هذيك الخضره طيب. من جهه واحده اخرى هنا البنات قبل ما نبدا كامل في الوصفه، كنت حطيت هنا باذنجان يد شويه، يعني الكميه اللي حبيتوها نتوما. سينو البنات ديروه فوق الطابونه، تقدروا ثاني البنات تشووه فوق الطابونه عادي جدا، يجيكم ثاني بزاف بنين. دونك انا ما نحبش هذاك اللي مشوي فوق الطابونه، فدرته في الفور. بعد ما تشوالي حطيته في ساشي هكذا باش يعني كي نجي نقيه يجيني ساهل. دوك تشوفوا معايا الطريقه تاع التقشير تاعو سهله بزاف، كي ديروه في الساشي يعرق شويه مع هذيك لافابور، مالا تجيكم سهله الطريقه تاع التقشير. نروح نقشرو غير بالعقل كما راكم تشوفوا. هنا البنات راهو سخون. البنات هذه الوصفه تاع باذنجان والله سهله بزاف بزاف، يعني شوفوا ما تشد لكم لا وقت لا جهد لا والو، تقدروا ديروها مام للعشاء، وصفه خفيفه، وثاني ما تقهم ما والو. وثاني اللي حبوا باذنجان انا ننصحكم بهذه الوصفه، اكيد راح تعجبكم. كما راكم تشوفوا خياتي نروح معها غير بالعقل، وما نخلي فيها ولا قشره. ثاني البنات اذا يعني شويتوه فوق الطابونه، تقدروا تغسلوه، خاطش علاه يكون بزاف هذاك الحريق تاع القشره، فنفضل انكم تغسلوه باش ما يبقاو لكمش هذوك الحريق تاع القشور.
هنايا بعد ما قشرتهم كامل نجي نقطعهم عشوائي البنات، ما تقطعوهمش يعني كما نقولوا رقيق رقيق، لا قطعوهم هكذا يعني هكا بشكل عشوائي ما يجوا شويه خشام. طريقه سهله البنات غير بهذه الطريقه وتقدروا تقطعوهم. بالمناسبة البنات نحب نشكر كامل داعمي القناة، نقول لهم يعطيكم الصحة، القناة راها قناتكم وراكم يعني عندكم فضل كبير فيها. وثاني البنات نتوما ما ننساش خيركم، البنات راكم عارفين كامل اسماواتكم وحدة وحدة، دونك ما يشقاش اني كامل نذكرها، على بالي لو كان نجي نذكر بالك ننسى وحدة بالك هكذا، دونك راكم عارفين رواحكم. يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. نتمنى انكم تبارطاجوا القناة مع حباباتكم ومع لي زامي تاوعكم هكذا باش تكبر القناة كما قلت لكم من قبل. وهنا بعد ما يعني هذيك لاصوص هاي شغل نشفت، مي ما نشفتش تماما، نروح نجيب هذاك الباذنجان بعد ما قطعته نحطه في هذيك لاصوص ونخليه يزيد يتشرب هذيك لاصوص، ومن بعد نجو نديروا المراحل اللي بقات. وهنا البنات شوفوا بعد ما هذيك لاصوص هاي نشفت، هي ما نشفتش تماما كما قلت لكم البنات، خلوا شويه. نجي ندير هكا زوج حبيبات تاع البيض. هنا البنات هذه المراحل هذو اختياريه، تقدروا تكتفوا فقط بالصاي. هنا بعد ما تنشف هذيك لاصوص تقدروا تاكلوه عادي، ديروا له غير رشه تاع معدنوس ولا قزبر ويكون واجد. مي انا هنا خياتي فضلت ان ندير البيض، انا نحب يكون هكا مفرمج وفيه البيض، درت غير زوج حبيبات كانوا كافيين، غطيتهم وخليتهم يطيبوا. بعد ما طاب لي هذاك البيض جيت هنايا زدت درت فرماج رابي، دونك هنا ثاني هذا المرحله ثاني اختياريه تقدروا ما ديروهاش، وزدت لهم رشه تاع المعدنوس. وبهذه الطريقه الوصفه تاعنا راهي واجده، نتمنى تكون عجبتكم. كما راكم تشوفوا البنات كي قلت لكم في بدايه الفيديو الوصفه راهي سهله، معناتها راهي سهله كما عودتكم دائما في قناتي السهل الممتنع. دونك نتمنى انكم تبارطاجوها وما تنساوليش هذاك الجام. تهلاو في رواحتكم والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.